السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي محترمين ومحترمات اليوتيوب، متابعين البارون كنوز سهام منصور، كل سنة وحضراتكم طيبين. عيدكم مبارك في ثالث أيام عيد الأضحى. أعاد الله علينا وعلى حضراتكم بالخير واليمن والبركات. يا رب تملي أوقاتكم تبقى مليانة بالسعادة. يلا بينا نخش على الفيديو. اولا عايز اعتذر لحضراتكم عن اللي حصل في الفيديو اللي فات. انا مش عارف ايه اللي حصل في الفيديو اللي فات لغايه دلوقتي، ولا حتى سهام عارفه. المفروض انا صورت الفيديو دوت، وسهام خدت التليفون وكانت مسافره تقريبا وقعدت يومين ورجعت. التليفون كان الفيديو نفسه ما كانش لسه حمل على اليوتيوب، خد وقت طويل قوي وطلع بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه. الصوره موجوده وبعدين اختفت. ايه اللي حصل؟ اي دونت نو، بالامانه انا ما اعرفش، ولكن انا بعتذر لحضراتكم عن اللي حصل دوت. وبشكر حضراتكم ان انتوا بالرغم من ان الصوره بايظه والحاجات كنت مطلع مستندات وورق انا على الفيديو دوت، بالرغم من كده من البوظان ده كله، الا ان حضراتكم شفتوا الفيديو برضو وفي عدد كبير قوي شافوا. فانا بشكر حضراتكم لاهتمامكم، بشكر حضراتكم للمتابعه، بشكر حضراتكم لان انتم مركزين. في ناس كانت بتتفرج والفيديو بايظ كده وكانت بتكتب لي كومنتات، معنى كده ان هي كونسنتريتد قوي، مركزه قوي يعني في الفيديو. فانا دي حاجه لطيفه. اولا بعتذر ان الفيديو كان بايظ كده، وثانيا شكرا لحضراتكم ان انتوا برضو بالرغم من البوظان ده الا ان انتوا بتتابعوا، يعني كتر الف خيركم. يلا نخش في فيديو النهارده. انا هاخد حتت بس بسيطه من الفيديو اللي فات عشان اللي ما قدرش يستوعب الفيديو اللي فات، يعني عشان البوظان اللي كان فيه هاخد منه حتت بسيطه وهضم على الفيديو دوت. وكان المفروض انه الحدث الجلل في الحكايه ان انا النهارده اتكلم عن الجامع والصلاه بتاع اول يوم العيد، ولكن انا هاجله يعني شويه لغايه لما اخلص الفيديو ده، لانه ده النص بتاع الفيديو اللي فات عشان يبقى خلصنا الموضوع دوت وايه وركناه. وانتوا عارفين ان انا تملي بحب اتاخر شويه، يعني بحب ابقى اخر الناس يعني. بس انا عايز اقول لحضراتكم انه الفيديو اللي جاي بتاع الجامع والصلاه هيتقال فيه كلام مش هيتقال في ولا حته على اليوتيوب، وانا متاكد من اللي انا بقوله ده. يعني الكلام اللي هتسمعوه في الفيديو اللي جاي مش هتسمعوه عند حد، ما فيش حد عنده المعلومه دي خالص على اليوتيوب خالص. المعلومه اللي انا هقولها الفيديو اللي جاي مش موجوده على اليوتيوب خالص. انتظروا الفيديو القادم. يلا نخش في فيديو النهارده بسرعه عشان ما نطولش. قبل ما نوصل الفيديو اللي فات بالفيديو ده، عايز بس افكر حضراتكم بحاجه. ترند على اليوتيوب حصل في يوم من الايام، وكان ترند شحاته او ترند نصب او سموه زي ما تسموه حضراتكم. انا هحكي لكم الحكايه وانتوا ادوها العنوان الذي يليق بها. كلنا سمعنا على اليوتيوب عن ايجار مسكن مسيو جانو، وعن انه الايجار ب 800 يورو، وعن انه المعاش مش مكفيه، وعن انه الراجل عنده احتياجات وانا بساعده وبعمل له اكل كل يوم والهري ده كان في يوم من الايام ترند. طبعا حضراتكم كلكم متابعين الموقف يعني بشده، ومتابعينه كمان بجيد جدا. انتم متابعينه كويس قوي يعني، فاكيد كلكم سمعتم. اللي ما سمعش الكلام دوت ادينا بنقول له اهو. كان في يوم من الايام ترند على اليوتيوب اسمه جانو والشحاته لاجل جانو. مش لاقي يدفع ايجاره، مش لاقي ياكل، بعمل له اكل، بوديه بجيبه، بدفع من جيبي، سحبت من المكنه واديته فلوس، كمان بنديله فلوس. ده كان ترند، وكان ترند حقق ارباح ومشاهدات عاليه جدا. تعالوا نخش في فيديو النهارده. الكلام ده له علاقه، ارجوك اتفرج على الفيديو للاخر زي ما احنا متعودين. انا ببني لغايه لما اوصل لزتونه الفيديو. انا عايز اوصل لايه بالكلام، فهنقول شويه حاجات اللي بيها هتوصلنا. ممكن تكون الحاجات دي مش مهمه لا بالنسبه لي ولا بالنسبه لحضراتكم، ولكن مهمه
للي هنوصل له، لان اللي هنوصل له ده مهم ليا انا شخصيا، ومهم لحضراتكم انتم، ومهم لكل المتابعين. عشان كده كمل الفيديو للاخر من فضلك. احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان في حد هيزوره، او موضوع الدوسييه، تمام؟ وقلنا انه اللي هيزوره ده مش الست او الراجل اللي هيخدمه، تمام؟ او الست اللي هتخدمه يعني. اللي هيزوره ده موظف حكومي. اسمه ايه؟ اسمه اسيستونس سوسيال. ده موظف هيجي من الحكومة. الدوسيه ده عبارة عن 3 ورقات. انا طلعت لكم ورقتين في الفيديو اللي فات على المنتدى، وقلت لحضراتكم ايه؟ الورقه الثالثه مش هطلعها لان فيها معلومه انا مش عايزها توصل لكم بدري، انا عايزها توصل لكم في ميعادها اللي هو النهارده. الورقه الاولانيه مكتوب عليها دوموند داد، دي داد اللي هو دي ابوستروف ايد اللي هو المساعده يعني. دي موجوده على المنتدى عندي. قبل الفيديو اللي فات انا كنت حاططها على المنتدى. دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن زيارة لمعاينة المنزل وتقييم المساعدة المادية المحتاج لها المنزل من طرف المساعدة الاجتماعية. المساعدة الاجتماعية دي اللي هي اسمها اسيستانس سوسيال، مش دي اللي هتخدمه، دي جاية تبص على البيت. احنا في موضوع الدوسيه ده سمعنا حاجات كتير قوي، اهمها ان هي ومصطفى راحوا عملوا له الدوسيه ده. الدوسيه ده حاجه من الاثنين، يا اما اتعمل في المستشفى يا اما هو عمله شخصيا. يعني هي ومصطفى اخرهم شالوا الدوسيه تحت باطهم كده، او شالوه مربعه زي ما انا وصفت الفيديو اللي فات، وراحوا سلموه بس. والدوسيه ده ركزوا بقى في الجمله دي كويس جدا. الدوسيه ده هيخلي البيت ده تحت عين الحكومه. يعني البيت ده مش هينفع نعمل فيه زي زمان، والحدق يفهم. الست الموظف او الموظفه اللي اسمها اسيستونس سوسيال هتيجي البيت لمعاينه المساعده الماديه المحتاج لها المنزل من طرف المساعده الاجتماعيه. دي المساعده الاجتماعيه. هتيجي تعمل ايه مثلا؟ تركب مثلا ستاير آلية اللي هي الستاير بالكهرباء. اوكي؟ تشوف مثلا الإضاءة، هل توزيع الإضاءة كويس؟ يعني ما فيش حتة مثلا مظلمة شوية ممكن الكعب يقع فيها. هتبص على ايه؟ على الدرج. هل في درج ممكن هل في درج ممكن يطلعوا او ينزلوا؟ الدرج ده عالي شوية، ممكن هو طالع وهو نازل يتكعبل تتكسر رقبته. كلها لحماية المسن ولأمان المسن. الحمام مثلا، انا كنت قلت قاعدة التواليت لو هو عنده مشكلة في ظهره محتاج قاعدة التواليت تبقى عالية شوية. هل في حاجات في الارض بتزحلق؟ ممكن يتزحلق يقع برضه، ايديه تتكسر رقبته تتكسر. هل في مثلا الدش مثلا محتاج يتعلق بطريقة معينة عشان وهو واقف ما يبقاش ماسكه بايده، فده يعمل له مشاكل في دراعه او في ظهره لانه مسن وحركته لازم تبقى بحساب. هيبصوا على البيت از توتال ويشوفوا هل البيت ده مناسب لحياة الراجل ده في السن ده ولا لا. طب لا، ايه المطلوب؟ المطلوب 1 2 3. تبتدي بقى الدولة تبعت الاحتياجات دي للمقاول. الورقة التانية اللي طلعتها اسمها فيزيت دو فوتر هابيتاسيون اي مونتاج دو دوسييه دو دوموند داد بار فوتر. يعني دي الزيارة، 1.5 شهر الفحص الطلب والمصادقة على المساعدة. بيدرسوا ويشوفوا فعلا الدنيا بيس، الدنيا تمام، اوكي. نبتدي نبعت بقى الايه،
الست السوسيال دي تقول البيت فيه كده كده كده، فنبعته للايه؟ للمقاول. الورقه الثالثه اللي هرفعها، اللي هي اوريدي دلوقتي موجوده يعني على المنتدى، تقدروا حضراتكم تشوفوها، اسمها تنفيذ الاشغال او اكزامون دو لا دوموند داد ايدس. المهم يعني انتوا عارفين الفرنساوي بتاعتي جميل شويه. بعد نهايه الاشغال الدوله تقوم بعمل الشغل بقى، المقاول يعني. خلاص، تقدروا تشوفوا الورقه الثالثه على المنتدى النهارده ان شاء الله. تعالوا نطلع بقى من موضوع الدوسيه. الدوسيه ده قبل ما نطلع منه بس ثانيه، الدوسيه ده يا اما جانو عمله بنفسه او حد من اقاربه او المستشفى. وانا كنت قلت في الفيديو اللي فات المستشفى بتعمله ازاي. يعني هناء عملت حاجه في الدوسيه ده؟ لا. مصطفى بقى عمل حاجه في الدوسيه؟ لما هناء ما عملتش يبقى مصطفى هيعمل؟ يعني البطل ما عملش يبقى الكومبارس هيعمل؟ مستحيل. خلاص، فيا اما اتعمل في المستشفى يا اما اتعمل هو اللي عمله جانو بنفسه او حد من اقاربه. تعالوا نطلع بقى من موضوع الدوسيه وهرجع له تاني بعد اذنكم. نروح لايه؟ لدار المسنين. اولا مفيش حاجه بتقول ان الدوله عايزه توديه دار مسنين وهو رافض. الكلام ده كذب بنسبه 100%. ليه؟ لانه قعاده في بيته اوفر للدوله بكتير من ان هي تقعده في دار المسنين. فالدوله مش هتجبره انه يروح دار المسنين. فاحنا سمعنا دار المسنين دي كتيره قوي، عايزين يودوه دار المسنين بس هو رافض بشده. الكلام ده مش موجود. واللي عنده اي حد يعني اللي قاعد في فرنسا وعارف القانون كويس، لو انا بقول حاجه غلط لو سمحت اكتبوا لي زي كل مره، زي ما بقول لكم كل مره. انا المعلومه دي انا متاكد منها، انه مفيش حد بيجبر. لانه هقرا لكم بعد شويه اللوائح بتاعه حقوق الانسان، فده يثبت انه الكلام كذب. عايزين يودوه دار المسنين وهو مش عايز خالص، والموضوع ده مضايقه جدا. لا لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. زي ما قلت لنا حضراتكم ان هو عنده اكتئاب والراجل فرحان اهو وراح يصلي ما شاء الله. اتكلم في موضوع الصلاه ده، عندي كارثه في موضوع الصلاه ده. مش في موضوع الصلاه، في موضوع تاني. فمعنى انه يروح دار المسنين؟ لا، هو بيروح دار المسنين بكيف. يعني لو هو قرر انه يروح يعيش في دار المسنين، اوكي، الدوله توديه دار المسنين، ده يبقى حقه. لكن الدوله تجبره على انه يروح دار المسنين؟ لا، مفيش الكلام ده. الكلام ده اونطه وضحك على المتابعين. وطبعا كالعاده الناس المغيبه بتكتب ايه؟ لا حرام، ما تودوش دار المسنين، لا حرام، خليه قاعد في البيت. مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده خالص، صدقوني مفيش الكلام ده خالص. هو عايز يروح دار المسنين هيودوه دار المسنين، هو مش عايز يروح دار المسنين الدوله عمرها ما هتجبره انه يروح دار المسنين. لان الدوله دي دوله عاقله، دوله عاقله بتوفر كمان في ميزانياتها، توفر له رعايه صحيه، توفر له مسكن، توفر له مأكل، غير ان هي توديه يقيم في دار مسنين. ده اوفر للدوله، ودي دول عاقله يعني، مش ناس اغبياء يعني. بصوا حضراتكم، قانون حقوق الانسان بيقول ايه؟ ينبغي ان يعامل كبار السن معامله منصفه بصرف النظر عن عمرهم او نوع جنسهم او خلفيتهم العرقيه سوري، مش العراقيه، العرقيه، العرق يعني، او الانثيه.
أو كونهم معوقين أو غير ذلك، وأن يكونوا موضع التقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم الاقتصادية. يعني بيدفع ضرائب، ما بيدفعش ضرائب، بيدفع التأمينات، ما بيدفعش تأمينات، بيدفع ضرائب قليلة. مفيش حد اسمها ما ينفعش ضرائب، ما ينفعش ضرائب، لازم يدفع ضرائب، يدفع تأمينات. بس مثلا واحد بيدفع رقم 300 يورو مثلا، ما اعرفش مثلا ضرائب، وواحد بيدفع 50 يورو ضرائب، طبعا ده بيدفع 6 اضعاف ده، فهل ده يعامل معامله غير اللي اتعاملها ده؟ لا. ينبغي تمكين كبار السن من التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسيه عند اقامتهم في اي مأوى، ده اللي احنا بصداه بقى، أو مرفق للرعاية أو العلاج، بما في ذلك الاحترام التام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم، ولحقهم في اتخاذ القرارات المتصلة برعايتهم ونوعية حياتهم. يعني ما ينفعش أجبره يروح يعيش في دار مسنين. تاني الحتة الأخرانية دي لأنها مهمة جدا. ولحقهم في اتخاذ القرارات المتصلة برعايتهم، يعني أنا اللي يبقى عندي الحق أقول أنا أجيب حد يرعاني إزاي، ونوعية حياتهم. الكلام ده مهم جدا. جوه المنظمة دي أو جوه الحكاية دي بتاعت حقوق الإنسان، هنلاقي إنه اللي بيتعامل مع الراجل ده ضد حقوق الإنسان. فمن هنا أنا بس جبت الحتة دي عشان موضوع دار المسنين، يعني قريتها عشان ما فيش حاجة اسمها إجبار على إنه يروح يعيش في دار عجزة أو دار مسنين، ما فيش الكلام ده. الكلام ده مش موجود. هو بمزاجه اللي يقرر رعايته تبقى ازاي، ودينا قريناها في منظمة حقوق الانسان. هو اللي يقرر حياته تبقى ازاي، مش الدولة اللي تقرر له حياته يبقى ازاي. ليه؟ لانه ما فقدش الاهلية. راجل ادلت، راجل سوري مش ادلت، ادلت ده عدى الادلت بكتير، راجل يعني عنده اهلية، راجل لغايه دلوقتي يقدر ياخد قرار في حياته. طيب تعالوا نروح بقى للست اللي اسمها اسيستونت دو في، دي اللي هتخدمه فعليا. حضراتكم او انا سمعت بعض الناس بيقولوا الحمد لله ان هيبقى قاعد معاه حد، وهنا قالت كده بالفعل، قالت هيبقى معاه حد طول النهار، قاعد معاه حد طول النهار، فالحمد لله مش هتصور عند جانو ومش هتوجع دماغنا من ناحيه جانو، هتشوف لها حاجه ثانيه. الكلام ده غلط. الست اللي هتجيله دي هتجيله مرتين في الاسبوع، ولو هو محتاج مره ثالثه احتمال يكون في مره ثالثه، بس هو غالبا بيبقى مرتين في الاسبوع. زي مثلا؟ زي يوم الاحد الساعه 10 الصبح، ويوم الخميس في نفس الميعاد. تقعد قد ايه؟ تقعد من 10 ل 12 ساعتين. ويوم الخميس تقعد، يوم الاحد تقعد من 10 ل 12، ويوم الخميس تقعد من 10 ل 12. يعني هتجيله مرتين ساعتين في الاسبوع. هتجيب له اكل وشرب من بره، هتدخله الحمام مثلا، هتديله ادويته، هتطمن عليه، هتسيبه وتمشي. لكن الناس اللي قالوا بقى ان هي هتفضل قاعده عنده شهرين ثلاثه وبعدين تاخد لها شهر اجازه، كل ده نقول تاني بقى، هتجيله الحد، هتجيله الخميس، هتجيله سبت واثنين، هتجيله حد وثلاث وخميس لمده ساعتين عشان تخدمه. دي اللي اسمها اسيستانت دو في. الممرض بقى له دور هنا؟ لا، ملوش دور هنا. امال هي جابت سيرته ليه في فيديو من الفيديوهات؟ هي بتقول اي حاجه، يا بتبرشم يا مش فاهم، بس كل ده بيودينا للكذب في النهايه. انت بتقول لنا الكلام ده كله ليه يا بارون؟ ثواني بس اتقالوا وانا هقول لكم. انا بقول لكم كل الكلام ده هي اللي بتعمل له الاكل. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، احنا مش في وقت من الاوقات قلنا ان الست دي بتاخد فلوس مقابل خدمه هذا الرجل؟ واثبتناها لما قال لها بالزواج، صح؟
فالست دي بقى بتخدمه ما بتخدموش، تاخد فلوس ما تاخدش فلوس، في نوار مش في نوار. ده يهمنا في حاجه اذا كنت انا ولا حضراتكم؟ لا، ما يولعوا الاثنين بلاش وش. اللي يفرق ايه بقى؟ اللي يفرق ان انا اشحت على الراجل ده، وده اللي انا عايز اوصل. الست تجيله مرتين في الاسبوع، الممرض بتاع الاكيب يجيله مرتين في الاسبوع، واحد يديله الدواء، مصطفى يزرع له بطاطس، كلها هري وحكايات لا تفيد في لا تفيدنا حضراتكم وانا في شيء خالص. اللي يهمنا ايه؟ هو احنا نطلع نضحك على الناس، ننصب على الناس زي النصبايه بتاعت الصلاه دي، نصبايه ونصبايه كبيره. مش هرجع اقول الراجل اسلم ولا ما اسلمش تاني، مش عايز اروح للموضوع ده دلوقتي، بس انا مش هطلع اقول الراجل اسلم ولا ما اسلمش، لان انا اثبتت بالسليقه بنسبه 100% ان الراجل ده مش مسلم. وخلي الكلام للفيديو اللي جاي، انا بشوقكم بس. فهل ده يفرق معانا انه هي تقول اكيب وممرض وست ومقاول ويعملوا له ستاير؟ ما يعملوا له ستاير، احنا مالنا؟ اللي يفرق معايا ان انا اضحك على الناس، اقول لهم ايه ده الدوله عايزه توديه دار مسنين، وهي الدوله اساسا ما عندهاش قانون يقول ان انا اودي حد دار مسنين. يبقى انا يا مش فاهم يا اما بقول اي كلام. وهو ده اللي انا في صداه، ان احنا نرجع تاني نضحك، او مش نرجع تاني، احنا مستمرين في ان احنا نضحك على المتابعين. البيت ايجار ومش لاقي يدفع ايجاره. تاني اصل البيت ده ايجار، وهو يا عين يا حرام مش لاقي يدفع ايجاره، ده لانه ما معهوش فلوس بزياده انا بعمل له الاكل كل يوم. طبعا ده نصب واحتيال بنسبه 100%. انا بضحك على شويه المغفلين اللي بيكتبوا لي ايه جنو غلبان وطيب، واضحك على شويه المغفلين انا هبعت لك ادي الجنو. مع ان جانو في الدولة الفرنسية، لانه راجل فرنسي وكان سواق عربية نقل قد الدنيا، عنده ما يكفيه من الكرامة والعزة، ويعامل معاملة البني ادمين المحترمين اللي تخليه، يعني عنده ما يكفيه، عنده مؤهلات تخليه يعيش عيشة مرتاحة جدا جدا جدا. دواء ببلاش، مسكن ببلاش، اكل ببلاش، شرب ببلاش، فسحه ببلاش، بلاش. دوله بتقدم له، دوله عندها رفاهيه، دوله عندها فائض في الموازنه بين الدخل والمنصرف. الفرق ده بيصرف في ايه؟ في التعليم وفي الصحه وفي رفاهيه الناس العواجيز دي كمان. خدتوا بالكم؟ فانا هو ده بقى اللي يفرق معانا. تعالوا نوصل لحته البيت. مغفلين بعتوا فلوس، ومغفلين صدقوا وكتبوا يا حرام. البيت ده لو ايجار الدولة مش هتعمل فيه اي اصلاحات. البيت ده لو ايجار الدولة مش هتعمل فيه اي اصلاحات، اما اللي هيعملوا فيه هيرموه؟ لا، هياخدوه من ما البيت ده لو ايجار الدولة هي اللي بتدفع الايجار ده، مش هو بياخد معاش يدفع منه الايجار، يعني الدولة هي اللي بتدفع الايجار، فيصلحوه ليه؟ تاخد جانو، الدولة تاخد جانو من البيت الإيجار ده توديه بيت تاني مملوك للدولة مجهز لسكنة هذا المسن. نقول تاني عشان دي صعبة شوية. البيت ده لو إيجار زي ما الست النصابة طلعت ضحكت على المغفلين عشان تجيب منهم فلوس، البيت ده لو إيجار الدولة هتمشيه من البيت ده وتوفر الإيجار اللي بتدفعه الدولة، ويقعدوه في بيت مملوك للدولة معمول فيه كل التجهيزات اللي الست اللي اسمها اسيستونت سوسيال جاية عشان تجهزها.
يعني بيت فيه ستاير بالكهرباء وفيه تكييفات وفيه نور موزع وفيه حمام عالي عشان دار وفيه دش عشان مش عارف ايه. طب وبعد ما يموت الدولة تاخد البيت ده تديه لمسن آخر. يعني إذا موضوع الدوسيه الأهبل العبيط اللي إحنا عمالين نتكلم فيه ونقول حقوق الإنسان وورقة مش عارف إيه وشهر ونص إيه، كل ده عشان يوصلنا إنه البيت ده مش إيجار. ها؟ تاني، البيت ده مش إيجار، البيت ده ملك. ولما الست طلعت نصبت على الناس كانت نصابة، احنا متعودين على كده. كدابة، ما احنا متعودين على كده. طيب في حالة كده البيت ده مش إيجار لأن هم ما خدوهوش ودوه بيت تاني. البيت ده ملك، وأنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده مرتين تلاتة، وطلعت لكم صورة البيت ده، وطلعت لكم عنوان البيت ده، وطلعت لكم مساحة البيت ده، وقلت لكم البيت ده لو إيجار، لو إيجار يبقى إيجاره كام؟ هي طلعت قالت البيت ده إيجاره 800 يورو. قسما بالله سمسار من قلب فرنسا قال لي البيت ده لو هيتأجر ما يتأجرش النهارده أقل من 2500 يورو. دي ست مش فاهمة حاجة. فالبيت ده تمليك. طيب البيت تمليك ومطلوب ان احنا نعمل فيه بقى ستاير وارض ودرج يتكسر وحمام يعلى ودش يتعلق وشويه شغل كده وكهرباء نوزعها كويس، شويه شغل كده. مين اللي هيدفع تكاليف شويه الشغل دول؟ وده اللي انا عامل علشانه الفيديو. اللي هيدفع تكاليف الشغل ده الدولة الفرنسية. ولو حضراتكم عنده يعني اي حد من الحضارات الافاضل اللي قاعدين في فرنسا عندهم كلام تاني غير اللي انا بقوله يكتبوا لي في الكومنتات لو سمحت، انا ما بزعلش. الدولة هي اللي هتدفع للمقاول اللي هتجيبه يعمل شوية الشغل دول. طب والدولة تاخد الفلوس دي منين؟ الدولة تاخد الفلوس دي منين؟ تاخد الفلوس دي من الورثة بعد ما الراجل ده يموت، قبل ما يقسموا الورث. أول ما الراجل ده يموت الدولة تحط إيديها على الورث. إحنا دفعنا في البيت ده 10,000 يورو مثلا تجديدات وتجهيزات عشان أبوكوا يعيش فيه كويس. تدونا ال 10,000 يورو تاخدوا الورث بتاعكم. نقول بقى تاني بعد إذنكم، نقول الحتة دي تاني لأن أنا عامل الهري ده والورق اللي عمال القوانين وحقوق الإنسان كله عشان الحتة دي. البيت ده لو إيجار مش هينفع تجي الاسيستونت سوسيال، لانه اللي هتيجي دي عشان تقول حطوا ستاير واعملوا الحمام واعملوا النور واعملوا السقف واعملوا الارض، بدل الهيصه دي في بيت ايجار نوفر الايجار ده، ما الدوله اللي بتدفع، وناخد الراجل ده نعيشه في مسكن معمول مش للمسنين، للمسن، بيت ليه هو لوحده. تمام؟ وبعد ما يموت الراجل ده ناخد الدولة تاخد البيت تديه لمسن آخر. يبقى إذا البيت ده مش إيجار، البيت ده تمليك، وحضراتكم عارفين الكلام ده، وإحنا ياما قلنا الكلام ده في فيديوهات قبل كده. هي بقى مصرة تقول إن البيت ده إيجار، هي حرة، هتضحك على شوية مغفلين. شوية مغفلين بره بيبعتوا فلوس، وشوية مغفلين قاعدين في الشات في الكومنتات بيقولوا يا حرام. يعني البيت ده تمليك يا بارون؟ تمليك. طب هنا هنعمل ايه؟ هتيجي الاسيستونت سوسيال، هتيجي الاسيستونت سوسيال دي هتقول عايزين نعمل كذا وكذا وكذا، الدولة تجيب مقاول في خلال شهر ونص يشتغل المقاول. مين اللي هيدفع للمقاول؟ الدولة هي اللي هتدفع للايه؟ للمقاول. شوفوا حضراتكم الورقة اللي انا حاططها على الورقة الثالثة من الدوسيه اللي أنا حاططها على المنتدى النهاردة. بعد نهاية الأشغال الدولة تقوم بدفع الأشغال، يعني تدفع الفاتورة للمقاول في ظرف أسبوعين. مين اللي هيدفع؟ الدولة.
تدفع لمين؟ للمسن. تدفع الفلوس لمين؟ للمقاول. المسن يدفع حاجه من جيبه؟ لا مش هيدفع حاجه من جيبه. طب لما يموت الراجل ده يحط ايديهم على الورث بتاعه، الدوله تحط ايديها على الورث بتاعه. يجوا عياله بقى يورثوا، فاتوره المقاول لو سمحت. يدفعوا فاتوره المقاول ياخدوا الورث. يبقى من بدايه موضوع الدوسيه ده، البيت ده تحت عين الدولة. يعني ايه تحت عين الدولة؟ يعني البيت ده الدولة عارفة مين اللي ساكن فيه، مين اللي هيورثوه، عشان مين اللي هيحاسب الدولة في يوم من الأيام بعد ما الراجل ده يموت. البيت ده مش هينفع يتعمل فيه شغل ال3 ورقات اللي اتعمل في البيت اياه، اللي هو رقم 8 شارع مش عارف ايه. هقول لكم اسم الشارع الفيديو اللي جاي. باختصار شديد، هتيجي واحدة ست. لا قبل ما نقول باختصار شديد هتيجي واحدة ست. طب الست اللي هتيجي تخدم جانو دي مين اللي هيحاسبها؟ الدولة هي اللي هتحاسبها. جانو مش هيدفع ولا حاجة من جيبه. يعني الدولة هتهيأ له بيته انه يبقى مسكن آمن لراجل مسن. وهنا مش هينفع نقول اصل خبط عليه واحد وقال له ممكن اخش الحمام وسرقه وهو خارج. الكلام ده طبعا كلام عبيط. الدولة هتهيأ له بيته على حسابها، وهتحاسب الست اللي هي اسيستونت دو فيدي اللي هتيجي تخدمه على حسابها. نقطة هنا وهنرجع الحتة دي تاني. يبقى الموضوع باختصار، البيت ده لو كان ايجار ما كانتش الدولة عملت فيه التصليحات دي، كانوا بعتوه بيت ايجار تاني. يبقى اذا البيت ده تمليك. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. البيت ده تمليك. طيب احنا هنظبطه له عشان يبقى ملائم لراجل مسن في هذا السن يقارب 100 سنة مثلا، ويعيش فيه حياة آمنة، ونبقى نحاسب الورثة بعد ما يموت. والست اللي هتيجي تخدمه ساعتين في يومين او ساعتين في 3 ايام في الاسبوع، دي الدولة اللي بتديها الراتب بتاعها. دي مش متطوعة، دي جاية من الدولة واخدة فلوسها. طب هناء هنا وضعها ايه؟ جارة. اكتر من جارة تحاسب قانونا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتبيع له اكل، تشتغل عنده، بتاخد فلوس منه، بتاخده توديه الجامع، بتاخده توديه مش عارف ايه. لان هي حتى لو متطوعة، والكلام ده انا قلته في الفيديو اللي فات، هي حتى لو متطوعة لازم الدولة تبقى عارفة ان هي متطوعة. لان في صفحات حكومية للمتطوعين. يعني الدولة عارفة جانو وعارفة المتطوع اللي بيقعد معاه. طب ومصطفى كومبارس نصاب ملوش اي لازمة، وهي لاش اي لازمة. كلهم كل الحكايات اللي دايرة على اليوتيوب دي نوار. واعتقد ان مصرية في الفيديو بتاعها اللي قبل الاخير او الاخير كانت وضحت فكرة نوار دي، ان كل ده نصب بيشتغلوا معاه بالاونطة. الدولة ما تعرفش حاجة عن الكلام ده. يبقى من هنا الدولة هتدفع للست اللي هتيجي تخدمه، والدولة هتدفع التكاليف. اوعى بقى حد يطلع الايام اللي جاية يضحك علينا يقولوا الحقوا ده جانو عايز يعمل ستاير بالكهرباء، الحقوا ده مش لاقي يدفع للست، ده انا هديها من جيبي، الحقوا ده الايجار غالي عليه فعايزين نلمله، نعمل له جمعية عشان نجهزه ونجيب له غسالة وثلاجة ونجوزه. اوعى حد يطلع ينصب عليكوا. اديني بقول بصوت عالي، الدولة هي اللي متكفلة بكل الاصلاحات، والدولة هي المتكفلة
براتب الست اللي هتيجي تخدمه، اللي هي اسيستانت دو في. اوعى بقى نعمل فيديوهات ونناشد اهل السعوديه ونناشد اهل الامارات ونناشد اخواتنا في الكويت ونناشد اخواتنا في البوسنه والهرسك عايزين نساند جنوب. ده كله اسمه نصب واحتيال. ادينا فهمناكم ووعيناكم. اتمنى ان صوتي يوصل لكل الدنيا، واول ما هشم انا ريحه ان هي بتقول الحقوا جنوب مش لاقي، هطلع اصرخ واقول دي ست نصابه. واديني بقول من دلوقتي اهو، دي ست نصابه نصابه. قلت لكم ان انا عندي حاجه حصريه محدش هيقولها، محدش يعرفها على اليوتيوب خالص. ان شاء الله هقولها في الفيديو اللي جاي. والله العظيم نصاب، والله العظيم نصاب. كنت قلت في لايف كانت عاملاه المدام سهام ان الراجل ده صعبان عليا. الراجل ده عارف كل حاجه يا جماعه، الراجل ده عارف كل حاجه، بس عارف كل حاجه ازاي؟ يعني واصله له ازاي؟ جانو واصل له الحكايه ازاي؟ احنا بنمثل، وده انا قلته قبل كده كتير يعني، وهعيد فيه تاني. بس اللي ما يعرفوش الراجل اللي هو بيتقال لنا بالعربي في نص ما هو بيبقى بيتكلم ودايس بنزين، الراجل لاقي نفسه في الحكايه في التمثيل يعني. هو فاهم ان هو بيمثل، وقعدته على الكاميرا مخليه حاسس بقيمته، لاقي نفسه بيعمل حاجه. هو وصل لسن اللي هو فيها ما بيعملش حاجه، يعني ما بيبدعش، مش حاسس بذاته. عجز قوي، ما بقاش قادر يمشي قوي، ما بقاش قادر يلعب رياضه مثلا، ما بقاش قادر يخرج يتفسح، ما بقاش قادر يقابل ناس، تعبان كبير في السن، سنه كبير. ولو انه كان على عجله قريب شفناه ولكن برضه هو وصل لسن كبير. يعني انا مش عارف الناس في السن ده بيعيشوا ازاي، يعني ما اعرفش، جربتش يعني. فلما يعمل حاجه يحس بيها بذاته، شوفوه هو بيتكلم كده يقعد يرص يرص يرص، ممكن يكون بيتكلم في حاجه غير الموضوع اللي هي فاتحاه، بس هو شايف نفسه، حاسس بذاته في الحته دي. النص التاني بقى من الحكايه، يعني هو فرحان بالحته دي اوكي، وهو بيتكلم بيتقال لنا شويه حاجات بالعربي، او في حاجات بتتعمل كده من تاشيرات وشه، من تعبيرات وشه، طول انه مش فاهمها. هو ده اللي مخليه صعبان عليا. بالنسبه لمصطفى، انا ما اعرفش مصطفى. انا قلت في الفيديو اللي فات ان مصطفى احد افراد العصابه. احنا ما شفناش حاجه بعيننا برضو، عشان ما نبقاش بنقول حاجه وربنا حاسبنا عليها يعني. احنا ما شفناش حاجه بعيننا، احنا ما شفناش مصطفى بينصب عليه. مصطفى عامل الزرع، عامل الزرع، عامل الزرع لنفسه وعامل الزرع لنفسه، انا متاكد. لان جانو مش محتاج لا بطاطس ولا طماطم ولا كل الحاجات دي خالص، ما بيجيب من السوبر ماركت اللي هو عايزه، وحاجات كلها طبيعيه، مش محتاج ان هي تتزرع في الارض يعني. بالعكس، ده حاجات اللي بيجيبها من شركات احسن وافضل بكتير من اللي بيعمله مصطفى بايديه، متهيألي كده يعني. فمصطفى احنا ما بنشوفش مصطفى بعينينا، لكن هي اللي بتذكر مصطفى عمل، مصطفى سوى، مصطفى عمل، مصطفى سوى. ده هل ده له هدف؟ اكيد، ما بتتقالش باي لك كده. لكن ايه الهدف؟ لسه ما نعرفش، ما شفناش حاجه بعينينا. فانا الراجل بيصعب عليا لانه مضحوك عليه، وكمان مش عايزين نشيع ان مصطفى احد افراد العصابه الا لما نكتش حاجه بايدينا، يعني نمسك حاجه بايدينا. لكن من بقها بيقول ان مصطفى احد افراد العصابه، وانا شخصيا قلت الكلام ده الفيديو اللي فات. لكن احنا مش شفناش حاجه بعينينا، مش ما نبقاش بنظلم حد. انا لما قلت الراجل صعبان عليا، انا الراجل صعبان عليا لما مضحوك عليه، داخل في دوامه هو مش فاهمها خالص، ولو فهمها هو مش قدها.
لان بيعملوا حاجات توديهم السجن. العلاقه اللي بين هناء وجانو الفتره اللي فاتت دي كلها قبل مجيء هذه السيده او قبل الدوسيه، اذا كان في دوسيه فعلا، لان احنا ما شفناش بعينينا، كلها علاقه نوار. تاخد منه فلوس تتحبس، بتروح تقعد معاه وتجلس وتقيم من غير ما الدوله تعرف، تتحبس. عشان كده قالت ايه؟ هو رضا ما قالش الكلام ده، هي قالت على لسان رضا انه قال لها ايه؟ لا اوعي تعملي كده، ده يحبسك، ده يعرضك للمساءله القانونيه. الكلام ده حقيقي. في الاول خالص لما جانو خرج من المستشفى قلنا نجيب ست تقعد معاه. طب ما انا اعمل كده يا رضا. لا لا اوعي تعملي كده، ده يعرضك للمساءله القانونيه. طبعا رضا ما قالش الكلام ده، هي اللي بتقول الكلام ده، هي عارفه الكلام ده، دي حقيقه يعرضها للمساءله القانونيه، لانه مش في الابيض، مش تحت عين الدوله. تعالوا نرجع تاني لموضوع الدوسيه. موضوع الدوسيه ده، البيت ده بقى تحت عين الدوله، فالبيت ده هيتعمل له بقى نصبايا، مش هيتعمل له نصبايا، الله اعلى واعلم. لما يموت الراجل هنعرف إن مات قبل مننا، نموت احنا بقى الاول. يعني ان كنا من اهل هذه الدنيا هنعرف، مش من اهل هذه الدنيا والراجل ده عاش اكتر مني، انتوا اللي هتعرفوا لوحديكم. ده واحد. الدوسيه ده خلى البيت تحت عين الدوله. الدوسيه ده لازم يتعمل في المستشفى اللي تعمله او ولاده اللي يعملوه. الدوسيه ده معمول عشان الراجل ده بيته ملك، لانه لو بيته مش ملك مش هتيجي الست بتاعت الاسيستنت سوسيال ده تقول عايزين ستاير، عايزين، مش مفيش الكلام ده، هياخدوه يحطوه في بيت. البيت ده طلع ملك، يعني النصبايا الاولانيه بتاعت الحقونا البيت ايجاره مش لاقيين ندفع ايجاره، ادينا ثبتناه اهو بالسليقه. بعد كده هيعملوا له البيت ويحاسبوا الورثه، ومش هو مش هيدفع حاجه من جيبه. وكمان اللي هيحاسب السيست اللي هي اسمها اسيستنت في دي، اللي هيحاسبها الدوله مش جانو. وانا بقول الكلام ده كله عشان محدش يطلع يقول لاخواتنا في السعوديه واخواتنا في الامارات واخواتنا في الكويت واخواتنا في الخليج واخواتنا في كل حته في العالم الحقونا جانو مش لاقي ياكل. ده نصب. الدولة قادرة إن هي تحافظ على حقوق هذا الإنسان. يعني الدولة قادرة على إن هي توفر أتموسفير، توفر مناخ ملائم لهذا الرجل عشان يعيش حياة كريمة. واللي بتقوله الست دي غير كريمة بالمرة، الست دي نصابة. وهو ده اللي انا كنت عايز اوصل له. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم الحقونا الراجل مش لاقي ياكل، الراجل ال 800 يورو هيدفع منهم ايجار ولا هيدفع منهم للست اللي هتقعد معاه؟ حرام، انا هدفع من جيبي. اوعى حد يبتزكم. استنوني في الفيديو اللي جاي، هتكلم على الفيديو بتاع صلاة العيد. وزي ما قلت لحضراتكم عندي حاجة مش موجودة خالص، جاية من تحت الأرض، حاجة بتتقال لأول مرة، يعني ما اتقالتش لغاية دلوقتي، وما أعتقدش إنها تتقال، محدش يعرف المعلومة دي يعني. عايز أسأل حضراتكم سؤال. هو أنا ليه الناس اللي بتتفرج عليا أكتر من مشتركيني وبكتير جدا؟ يعني ليه الناس البلاس دول ما بيشتركوش عند البارون؟ عايز اشتراكات بقى عند البارون، واشتراكات في قناة سهام، واشتراكات في قناة سهام الجديدة. قناة سهام الجديدة دي أنا كل مرة بقول، أنا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني، أنا عندي فكرة ليها كده، هعمل فيها شوية شغل كده عن حاجات كده لطيفة، معلومات جميلة بذاكر فيها دلوقتي، يعني كمان معلومات من خلال خبرتي أنا الشخصية، وحاجات أنا بذاكر فيها دلوقتي يعني عن الحياة الزوجية، المشاكل اللي بين الزوج والزوجة، حاجات في تربية الأطفال. فهقول فيها كلام مهم قوي. وهقول لكم بالنسبة لموضوع تربية الأطفال دي، أنا عندي سبب إن أنا هتكلم في الموضوع دوت، وسبب شايفه بعيني في الشارع بره بيحصل بين الأطفال اللي بتلعب بره في الشارع، اللي هم أصواتهم بيبقوا عالية دول، وساعات حضراتكم بتسمعوا صوتهم. أنا شايف حاجة غريبة كده، هحكيها في فيديو هعمله على القناة الجديدة بتاعت سهام وكنوزها، وهاخد القناة دي في حتة كده، يعني احتمال اخدها كلها،
مش شويه ايام، احتمال اخدها كلها في حته كده هتكلم فيها عن العلاقات الزوجيه وتربيه الاطفال، الحاجات اللي احنا مفتقدينها، الاصول بتاعت الحاره القديمه. في الخمسينات كانت الناس بتشرب بن ازاي، دلوقتي بيشربوا بن ازاي. هعمل شويه حاجات جميله جدا. فعلوا لنا القناه دي عشان هبتدي اشتغل عليها بعد ما تتفعل ان شاء الله. عندي فيها مواضيع مهمه هتكلم فيها. اشتركوا عند البارون، مش هتقدر تغمض عينيك، البارون حكاويه كلها من تحت الارض. شكرا لحضراتكم جدا. زي ما بقول لكم كل مره، مستني لايكاتكم، مستني كومنتاتكم الجميله. عايز اشكر حضراتكم جدا 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 على كلامكم الرائع. عايز اشكر حضراتكم جدا تاني زي ما شكرتكم في اول الفيديو عشان اللي ما سمعنيش من الاول. انه بالرغم من المشاكل اللي كانت في الفيديو الاخراني، الا انه حضراتكم سمعتوه وشفتوه وعملتوا فيه مشاهده ترضيني انا شخصيا يعني. كتر الف خيركم، شكرا لحضراتكم. اشوفكم في الفيديو الجاي بتاع صلاه العيد. عندي بوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.